شيكابالا كابتن الزمالك التاريخي اللي كل جماهير الزمالك مش بتحبه، ده بتعشقه، محدش يقدر ينكر ده. لكن انت لا قادر لا تجري ولا تباصي ولا تشوط ولا ترفع، ولا دي ماتشاتك، انت ما عدتش قادر. عمر الاعتزال ما كان عيب، ولا عمره كان حرام، ولا عمره هيقلل من قيمتك. وتطلع بعد كل ماتش عشان تعمل اي منكش وندري على الهزيمه وعلى الخيبه اللي احنا فيها، تعمل اي لقطه. طيب الناس التانيه بتحتفل، بتكسبك كل ماتش، سواء في كاس يرفعوه، في دوري بياخدوه مننا، يكسبوا يطلعوا يعملوا اللي هم عايزينه، بيحتفلوا، وانت تطلع تعمل لقطه اللي هي ملهاش مبرر، وتطلع ناس تقول لك او اشباه مشجعين الله شفت شيكابالا عمل ايه. طب انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه من كل الحوارات دي؟ انا خسرت الماتش. هل مشاورتك على الساعات ولا على الفلوس ولا على الحاجات دي كلها هتعوضني انا كبطوله؟ احنا يا جماعه بنيجي على حساب نفسنا وبنجامل في حاجات ما ينفعش يتجامل فيها. الكوره ما فيهاش عواطف. شيكابالا ما بقاش قادر يدي الزمالك. الناس التانية يا عم الحاج بتحتفل، انا لحد امتى مش هكسبهم؟ انا لحد امتى هيفضلوا يكسبونا ويدونا على دماغنا كل ما يلعبونا، واحنا نطلع ندي مبرر؟ المره دي بالساعات، المره دي بالفلوس، المره دي بالحكام. ما خلاص يا جماعه، انا بقيت احس ان انت شيكابالا جتتك نحست من الخساره، وبتشوف اي حاجه او اي مبرر تطلع تديه الجماهير وبتديه قدام لعيبتك. طب ما اللعيبه الصغيره كلها هتدي مبرر. انت المفروض راجل قائد تاريخي لنادي بحجم الزمالك، ما تديش مبرر يا عم. انا انزل اكسب، اكسب واعمل اللي انت عايزه. انما كل الحاجات دي اسمها حاجات خايبه، مبررات، بعلق شماعتي على حاجات اصلا مش موجوده، وتطلع الناس تقول لك ده مش عارفه كسبونا بالفلوس وبالحكام، واشاور على الساعات وابقى فرحان. يا عم الحاج الناس التانية عماله عمالين يجيبوا في دليبه يلعبوا فيها بطولات، احنا ما خدناش حاجه. لا احنا هنفضل نطلع بعد كل ماتش نتخانق ونشاور لهم على مش عارف على ايه. استفدنا ايه؟ لا ما استفدناش حاجه. هو ده يا جماعه القائد بتاعنا التاريخي اللي بيطلع يدي مبرر للجمهور، فاللعيبه الصغيره تشوفه فينزلوا انغلبوا من الاهلي ويدونا مبررات. لقطه ملهاش اي لازمه. انا اصلا زهقت